الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لي ملاحظتان حول ما يقع أمام المجلس التأسيسي. أما الملاحظة الأولى فإنني سمعت بعض الشباب قد أنكر هذا الاجتماع وقال أنه لا حاجة إلى هذا الاجتماع باعتبار أنه لا يعترف بالمجلس التأسيسي ولا بأعضائه. وهذا الكلام كلام خطير، لأنه إما أن ينم عن اعتقاد له في أعضاء هذا المجلس أنهم ليسوا بمسلمين فلا يعتبر ولايتهم ولا يعتبر سلطانهم في البلاد، وهذا يؤدي إلى الفوضى. الثاني أن هذا أيضا يؤدي إلى انقسام الصف والمزيد من حصول البلبلة والفتنة بين أفراد الشعب. فإن كنت أنت غير مقتنع بالذهاب أمام المجلس التأسيسي فهذا رأيك، احتفظ به لنفسك ولا تدعو الناس إلى خذلان هذه القضية. ثم أنني أتعجب كيف يدعي هؤلاء أنهم أنصار الشريعة ولكنهم لا يقفون هذه الوقفة لنصرة شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذا من التناقض بمكان. الثاني، الملاحظة الثانية، أنه لا وجه لإحضار هذه الراية السوداء أو البيضاء، لأننا ذكرنا أن هذه الرايات إنما رفعت في ساحات الجهاد والقتال، ولا ترفع في بلد يسوده السلم ويستتب في ربوعه الأمن كتونس بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه الرايات الآن ستسبب لنا مشكلة كما سببتها من قبل، ولا ينبغي أن نتصرف تصرفات بدافع العواطف والاندفاع دون أن نتثبت في أفعالنا هل توافق الشرع أم لا توافق، وأن نحسب حسابا للنتائج والعواقب. هذه الوقفة لا شك أنه نسر بها وبكثرة الحضور جزاهم الله خيرا، خاصة الإخوة الذين هم أسهل عليهم أن يقفوا هناك ممن هم بعيدون في كافة أنحاء البلاد. ولكن ما كان ينبغي إحضار هذه الرايات، لأن هذه الوقفة الآن ستحسب على ما يسمى بالتيار السلفي الجهادي، ونحن أردنا أن تكون هذه الوقفة من كافة أبناء الشعب التونسي وأطيافه، فلو رفع علم البلاد لكان أولى، لأننا نعتبر أن علم البلاد ليس فيه محظور شرعي. وأما هذه الراية التي كتب عليها كلمة التوحيد فإن توحيد الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نحققه واقعا عمليا في حياتنا، وأن نحققه في عباداتنا وسلوكنا، لا في خرق ترفع في مكان لا يسوغ فيه رفع هذه الرايات، لأن ذلك يسبب الفتنة كما حصل في منوبة، وها هو الآن يتكرر هذا الفعل، لأن من الناس من لا يفهم، ولو عادوا إلى كلام الأئمة والمحدثين لاسترشدوا. وأنا لا أستدل عليهم بكلام العلماء المعاصرين لأنهم يعتبرونهم عملاء، لكن أستدل عليهم بكلام ابن العربي المالكي رحمه الله في شرحه للترمذي، والإمام ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري، يرجعون إلى هذه المراجع، إلى صحيح البخاري بشرح ابن حجر العسقلاني، ويرجعون أيضا إلى سنن الترمذي، وهو ما يسمى بكتاب تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للإمام العلم أبي بكر ابن العربي، ويرجعون أيضا إلى سنن أبي داود ليجدوا أن العلماء ذكروا هذه الأحاديث، أحاديث الرايات التي رفعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ساحات الجهاد لا في غيرها، فتارة كانت بيضاء وتارة كانت سوداء وتارة كانت صفراء، ولم يثبت حديث أنه كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد قال ابن حجر إن الحديث المروي إسناده واهن ولا يصح. فلا يزال هؤلاء يرفعون هذه الراية ليسببوا ازدياد الهوة بيننا وبين الآخرين، ويزيدوا في الطين بلة وفي المرض علة. وما كان ينبغي أن ترفع هذه الرايات، لأنها ستحسب هذه الوقفة على هذا التيار فقط، ونحن نريد أن تكون وقفة من كافة أطياف الشعب التونسي. هذا ما عندي من ملاحظة، وأسأل الله للجميع التوفيق، وأسأل الله تعالى أن يفقه هؤلاء الشباب في دينهم، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والصواب فيما نقول ونفعل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.